السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد من ايام شهر رمضان المبارك. يلا بينا النهاردة بقى مع بعض فيديو كده جديد هنبدأ كده فيه مع بعض ان شاء الله. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ الفيديو بتاعنا كده بكل نشاط ونبدأ يومنا كده. أول حاجة بدأت بيها كانت معاكم الأوضة. هنبدأ كده نرتب الدنيا وهنظبط كده كل أمورنا، هتقضي كده اليوم معايا بإذن الله. كده ترتيب وترويق، وهنحضر الفطار كده مع بعض. كملي كده ايه الفيديو معايا، هتتشجعي ان شاء الله وهيبقى فيك جرعة نشاط كده ايه وحيوية. اول حاجة كده هبدأ بيها ان انا هرتب كده السرير كويس، وكده هظبط الدنيا معايا. وبعد كده طبعا طبقت البطاطين كده وركنتهم على جنب. هبدأ كده ايه اظبط كده ايه المخدات. هظبط كده ايه الدنيا كده. حطيت كده ايه المخدات كده بالشكل ده، وهبدأ ايه احط البطاطين مكانهم. خلاص كده على طول هبدأ كده ايه هشيل السجادة كده وهنفضها برضو. وبعد كده هبدأ كده ايه هجيب المكنسة وهكنس كده ايه الأرض. لو انت محتاجة ايه تلمعي الازاز بتاعك او العفش او كده لمعيه. انا كان ايه متلمع ده كده ايه ترويقة كده بسيطة. خلاص كده كنست الارض وخليتها كده تمام زي الفل زي ما انتوا شايفين. خلاص كده هبدأ كده ايه اجيب السجادة بتاعتي وافرشها مكانها، وكده ايه الأوضة بقت زي الفل، مخدتش معانا وقت، بقت تمام. تعالوا كده اوريكم شوية مشتريات كده جبتهم من السوق. جبت كده ايه طماطم، جبت خيار، وكمان جبت برتقان، وجبت برضو موز، وجبت جرجير، تمام. وجبت فراولة. الفراولة دي كانت ايه حلوة كده وجميلة. وجبت كمان بطاطس. واخر حاجة جبتها الجزر. تمام. تعالوا كده ايه نغسل كده كل حاجة كده على الحوض. تمام. طول ما احنا واقفين كده على الحوض نسبح ربنا ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واستغفر الله واتوب اليه، ونصلي على النبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ماشي. هذا كده ايه اغسل الفراولة كويس جدا. تغسيل الفراولة كويس عشان بيبقى فيها رمل كتير، تغسليها كويس جدا جدا. ممكن تغسليها كذا مرة. انا بغسلها عادي بالمية الجارية، مش بنقعها في اي حاجة
فتبقى زي الفل برضه، تتغسل تبقى تمام. يدوب بس بشيل كده منها العنقود بتاعها الاخضر، وبغسلها كويس زي ما انتوا كده شايفين. خلاص كده كده كنت قربت اخلص كل حاجة. هغسلها وكده معاكم عشان تتحط في التلاجة على نظافة. عاملين طمنين عنكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. اخباركم بقى في رمضان؟ ماشيين كده يومكم ازاي؟ قولولي كده في الكومنتات، ندردش كده مع بعض. حابين نتكلم في نتكلم فيه سوا كده مع بعض وندردش. حابين تسألوني في حابين نتكلم مع بعض في خلاص كده هبدأ خلصت الفراولة كده، وبيه على طول جبت كده الجزر. هبدأ اغسله برضو كويس، يبقى فيه كده طين كده في الجوانب كده بتاعة الجزر، برضو تغسليه كويس. الجزر ده كان طعمه حلو كده وجميل. نقي كده الجزر اللي يكون طعمه حلو. لو عملتيه في السلطة او اي حاجة يبقى طعمه كده مسكر وجميل. تمام كده. زي ما انتوا شايفين بغسله كويس زي ما قلتلك. خلاص كده خلصت. جبت كده هنا الخيار، اغسله برضو. يعني كل حاجة تدخل التلاجة كده وهي نضيفة وزي الفل. خلاص كده خلصت كده والحمد لله. هحطهم كده في العلبة بتاعتهم زي ما انتوا شايفين. غسلناهم حاجة كده نضيفة وتمام. يلا بقى بينا كده، كنا بعد العصر فيلا بينا كده نحضر الفطار مع بعض. اول حاجة عملتها كده سلقت الفراخ كده مع نفسي. وهبدأ هنا نعمل بسلة بالجزر. فاول حاجة بدأت بيها كان بصلاية كده ابتديت ان انا احمرها كده على النار، وحطيت لها شوية من الملح فلفل اسود. بدأت تتحمر معايا كويس. نزلت عليها كده بكيس من الطماطم اللي احنا مفرزينها مع بعض في تفريزات رمضان. تمام. بدأت كده سبتها على النار 5 دقايق كده تاخد لها غلوة صغيرة. وهنزل عليها كيس البسلة بالجزر برضو اللي مفرزينه مع بعض. هتجيبيه كده من الفريزر على طول على النار، ما تسيبوش يفك. تمام. هقلبه كده تقليبة بسيطة.
وعلى طول بعد كده هنزل عليه بالبطاطس كله كده ايه يستوي مع بعضه، مش بتاخد وقت خالص زي ما انتوا كده شايفين. وهجيب لها كده ايه كبشين كده 3 من الشوربة، هضيفهم كده ايه عليها، وبعد كده هسيبها على النار يستوي. تعالوا يلا بينا كده ايه نعمل مع بعض تتبيلة كده بسيطة للفراخ. معايا بصلة مبشورة وطماطمية مبشورة، وهزود عليها شوية من التوابل بتاعتي، ملح فلفل اسود، شوية من 7 بهارات، وتوابل الفراخ معلقة كده صغيرة، ومعلقة برضو من الصلصة، وهقلبهم كده. وحابة ان انا ايه اتبل بيها الفراخ بتاعتي بعد ما اتسلقت زي ما انتوا كده شايفين، وهي حابة ادخلها الفرن. تمام، دخلتها الفرن، وايه رأيك بقى لما طلعت؟ تحفة جدا جدا وطعمها ايه خرافة. تعال نعمل الحلو. وعملت الحلو بتاعي وكان الكنافة عملناه مع بعض قبل كده، محبيتش ايه ان انا اطول عليكم الفيديو، هسيبهولكوا لو انتي مشفتهوش، هسيبهولك كده ايه من فوق في الشريط تروحي تشوفيه. حلو قوي، هتعجبك، طريقة سهلة وبسيطة مش هتاخد معاكي 5 دقايق. تعالوا كده ايه، هي العصير بتاعنا كان عرق سوس وبوظة. البوظة بتزودي عليها السكر على حسب الرغبة، وشوية مية صغيرين لو هي ايه تخينة. خلاص كده هنا ايه وقت كده الفطار. تعالي نحضر ايه الفطار كده مع بعض على الترابيزة. عملت كده ايه رز، وده كان فطارنا صوما مقبولا وإفطارا شهيا. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة، مع ألف سلامة.